بعد ما الكيبورد مالتي قام بشكل لأن استخدمته تقريبا سنة ونص، فقررت إنه أغير من ستيل سيريس ابيكس 3 الى منتجات ثانيه اللي هي ريد دراجون، وراح اجرب ريد دراجون هذا الموسم. وما انسى انه حجزت المنتج مالتي من متجر تيج جيلز، وبنفس الوقت انه ان شاء الله كل المنتجات راح تكون من هنا، لان دائما تكون عندهم تخفيضات، ومن تشتري من عندهم راح يكون عندك اكو خصم، كل ما تشتري كل ما توفر لك خصومات. طبعا اللي عجبني بالموضوع انه ضمان زائد تغليف كلش مهم، يعني نفسي الألفينة. طبعا بعد راح افتحها واشوفكم شنو. اختاريته باللون الابيض اللي قاعدين يستخدمونه. طبعا يحتوي الكيبورد بس على قراصة انه تطلع بيها السويتشات ويتغير. التغليف مال متجر تيك جيب كلش عجبني امانة الله، مو ترويج لهم، بس الامانة انه فشي كلش حلو، يعني فعلا يحافظ على القطعة اللي مقصيها. طبعا انا كيبورد راح نستخدمه ولا ننسى نبي ازرار اضافية. طبعا يجي الكيبورد بمنفذ يو اس بي، بنفس الوقت انه هو راح تخلي له انت منفذ يو اس بي 2 بالبي سي، وراح يعطيك واحد من هنا. الواير مالته طبعا كيبل فخامة، يعني تحسه مال الثلاجة أو مال المجمدة أو ما شابه ذلك. خلينا نجربه. وهذا كل اللي عندنا مسند اليد. طبعا أحس مسند اليد أقصر من ستيل سيريس، بس بنفس الوقت إنه هنا عندنا الميلان مالته. على العموم نجرب الوضعية مالته، الأصوات مالته شوية عالية. طبعا الكيبورد للأمانة عجبني، راح أشوف تجربتي وأنصحكم بها. طبعا هذه ألوانه أحلى من الستيل سيريس لأمانة الله، وشوية قوية. أكو مود إنه تقدر تغير بيه الألوان، وهذا الشكل كلش حلو وبالثابت أكيد يعني، وإنه تقدر تخليه على الخفيف. يعني أمانة إنه الكيبورد عجبني. حلو، الشغلة الحلوة والإيجابية إنه نقاطتين. كيبورد إنجليزي بعدني ما معربه، فلازم أعربه يا شباب.